اول مره اشتغل مع الاستاذ احمد مكي، واول مره اشتغل مع الاستاذ احمد الجندي. فروحت بصراحه، انا طبعا الشغل اللي انا عامله، الحلقه اللي انا شغال فيها والحلقتين دولت، الدور لذيذ. يعني راجل وابنه اتكسر وبتاع وكان رياضي، فبدات اتكلم على الواد على طريق ان هي عربيه، الشاسيه اتلوح وعاوزين سمكر وعاوزين ونلحمه على البرد. فجيت قعدت مع الاستاذ احمد مكي، مات عن نفسه بالضحك، قال لي لا لا انا لا. طب ادينا بقى مع بعضينا احنا، وكان الحلقه كانت ظريفه قوي يعني. اللون الكوميدي ده يعني حضرتك حبه؟ اصل بصي اقول لك على حاجه، انا ممثل، اما بيجي لك دور كوميدي لازم تلعبيه كوميدي، اما بيجي لك دور عادي جدا. طب ما انا اشتغلنا في يونس والانتفاضه ما كانش دور كوميدي، واشتغلت في مزاج الخير برضو ما كانش دور كوميدي. انت شايف انت خدت حقك في الدراما ولا كان لا، ما خدتش لسه حقي. كنت تستحق اكتر من كده؟ لا انا ما خدتش حقي طبعا، ما خدتش حقي لان في حاجات كتيره جدا. انا يمكن كنت عامل مسلسل حلو قوي، بس للاسف يعني مش عارف ما ليه، كنت عامل حوالي 25 حلقه فيه، ودور حلو قوي اسمه سوق الرجاله، مع الاستاذ احمد بدير والاستاذ الله يرحمه حسن الاسمر، الاستاذ دلال عبد العزيز رحمه الله عليها، اخراج الاستاذ عبد العزيز السكري. من المسلسلات الحلوه. عملت مسلسل برضو كان دور انساني قوي ودور حلو قوي، برضو كنت واخد مساحه كبيره جدا في قلب الشغل، اخراج مخرج عراقي، وعملته برضو مزعش. ففي حاجات كده بتعملها ما تعرفش ايه النصيب بس فيها. مازن ميديا برودكشن.